دكتور، دلوقتي انا عمري ما اعجبت بحد من سني، بس دايما بيلفتني الستات الكبار او البنات الكبار. ده مشكلة فيا برضو ولا ده انا اتصرف معاه ازاي؟ هو احنا هنا في السؤال بتاعك ده لازم نميز ونفهم. هو انت بتدور على ايه في علاقاتك؟ يعني هل انت محتاج تبادل مشاعر الحب، انك تدي جزء وتنتظر المقابل في علاقة صحية، ولا انت بتدور على احساس الامان، الاحتواء، بتدور على شعور الأم، شعور الدفى، شعور القبول؟ عندك مشكلة في الثقة في نفسك، فشايف إن البنت اللي في سنك عندها متطلبات مش هتلاقيها فيك، فهنا بتبدأ تدور على واحدة أكبر منك في السن على أساس إن هي ممكن يبقى القبول منها ليك سهل ومضمون بشكل كبير. فأنت هنا لازم نبدأ نفكر تاني، أنا عايز إيه؟ بدور على إيه؟ الثقة في نفسي شكلها إيه؟ ناوي أعمل إيه في حياتي؟ وهل هي فعلا تصلح ليا؟ ولا هو مجرد إسقاط لاحتياج مشاعري؟ فخلينا نفكر ونفهم أحسن قبل ما تاخد القرار وتظلم نفسك، وممكن تظلم واحدة هي ما عندهاش أي مشكلة معاك خالص، فهي هتتعب وانت هتتعب. فتعالى نرتب دماغنا الأول قبل القرار بتاعك.